دي الصورة اللي لقطتها كاميرا المطبخ بعد ما ركبنا كاميرات في كل مكان في الشقة اللي انتقلنا فيها جديد. ولو في حد حلف لي 100 يمين انه شاف صورة زي دي من الكاميرات ما كنتش هصدقه وهقول عليه كذاب، بس انا شفت الصورة بعيني للأسف. ايه يا ملهمين، عاملين ايه؟ وحشتوني اوي بجد. اتمنى انك تكون قدرت تكمل قصة الجارة الملعونة، ولو ما شفتهاش يا ملهم منك ليه، انصحك تخش تشوفها بجد. انا بشكر كل اخ واخت دعموني وسابولي كومنت حلو زي كده، بجد شكرا ليكم يا ملهمين. ولو عايز الكومنت بتاعك يظهر الفيديو الجاي فسيب كومنت على الفيديو ده، وهو بالمرة انت بتشجعني. نسيت اقولك ان القصة دي من احداث حقيقية، فبس عشان ما اطولش عليك انزل بسرعة وحط لايك، ولو انت جديد معانا ادينا سبسكرايب رايق، وجهز لي قهوتك وطفي النوت عشان انت النهارده مع رعب الخميس. وبسم الله نبدأ. اضطرينا نركب الكاميرات دي لأننا كنا بنسمع كل يوم بالليل أصوات غريبة في الشقة، حركة، جري، وده كان شيء مش طبيعي أبدا. فجه في بالي إن في حد بيتسلل في الشقة بالليل، عشان كده ركبنا الكاميرا. بس ده كان أكتر شيء غير متوقع ممكن يحصل لأي حد. هما إيه دول؟ وغير كده لقيت كل الكاميرات اللي في الشقة تاني يوم محروقة، وجنب كاميرا المطبخ في جملة مكتوبة على الحيطة بخط صغير بلون أحمر دموي، كان مكتوب عليها: يا ملهمين، من الأفضل لك أن تأخذهم من هنا وتذهب. هو مين اللي كتب الكلام ده؟ وإزاي ظهر هنا؟ هو مين اللي كتب الكلام ده اللي ظهروا في الكاميرات دول؟ بعد ما شفت الصورة، وبقول صورة مش فيديو لأن الفيديو كان المطبخ فاضي تماما، بس اللحظة حسيت إن الكاميرا كأنها وشوشت، وبعدين لمحت الشيء ظهر بسرعة واختفى. وقفت كذا مرة وقربت الصورة لحد ما شفت المشهد اللي قدامكم ده. جسمي اتلبش، وأول مرة أشوف صورة شكلها مخيف ومرعب كده، وقلت أكيد بيتهيألي أو بتخيل أو حاجة. أصل أنا اللي شايفه ده مستحيل، بس ده يفسر سبب الأصوات اللي بنسمعها بالليل: الضحك، الهزار، وساعات العياط، الصراخ والاستنجاد بينا. كان نفسي أقول إني سبت الشقة وريحت دماغي زي ما أي حد طبيعي هيعمل كده، بس للأسف يا ملهمين حالتي المادية هي أصلا السبب اللي خلاني أشتري الشقة بالسعر الرخيص ده. وعرفت برضو سعرها رخيص ليه. المشكلة كمان إن مرتبي مش حمل إيجار كام ألف في الشهر. الحل الوحيد واللي قدامي إن أجيب شيخ، مش عارف بقى شيخ ولا بيقولوا عليه بايه الصراحة، بس هو ناس كتير قالت لي عليه انه كويس وكويس في الحاجات دي بالذات او اللي شبه دي. استغليت اليوم اللي نزلت فيه علياء مراتي وزياد ابني اللي عنده 5 سنين، وطبعا هدى الرضيعة، وجبته وبدأ يقرا شوية حاجات. انا معرفش ايه العبارة اللي كان بيقولها، بس هي مش قرآن تماما، واظنها حاجة لا تخص الدين بصلة. على العموم بدأت حواجبه تنعقد، وعلامات الانهماك في اللي بيعمله بتظهر عليه. بدأ يترعش وصوته بدأ يعلى بالصورة واضحة. استنيته لحد ما خلص اللي بيعمله علشان في الآخر ياخد فلوسه، وهو بيقول: اطمن، شقتك بقت خالية من أي شيء دلوقتي. بس كان خايف يا ملهمين وشكله أصلا مرعوب. ما اهتمتش، بس فعلا فضلت فترة الدنيا تمام وهادية ومفيش فيها أي حاجة غريبة أو مقلقة، لحد اليوم اللي صحيت فيه على صوت صرخ زياد. الساعة كانت 1:30 بعد نص الليل. دخلت الأوضة لقيت زياد قاعد على السرير بيترعش وعمال يشاور عند ركن الأوضة. مالك يا زياد؟ في إيه؟ أنا شفت بنت واقفة هناك. أنا كان شكلها مرعب قوي. زياد قال الجملة دي ووصف شكل بنت من البنتين اللي شفتهم في الصورة، رغم ان هو وعلياء ما يعرفوش اي حاجة عن الموضوع. مرضتش اقول لهم واخوفهم، بس الموضوع شكله بدأ يتطور. هديته وحاولت اقنعه ان هو كان كابوس مش اكتر، بس للاسف الموضوع ما وقفش لحد هنا. وصحيت في يوم على صوت انفاس شخص، قلت اكيد علياء، بس لما فتحت عيني شفت راجل واقف قدامي لابس قميص فاتح بقه وعينه بيضة تماما ووشه مشوه. صرخت غصب عني عشان علياء تصحى على صوتي وتسألني مالي، فقلت نفس الجملة المكررة: حلمت حلم وحش مش اكتر. بس ما قدرتش اكدب عليها
اكتر من كده لانها خرجت بعد كام يوم من المطبخ وهي بتصرخ وبتجري. سألتها مالك يا بنتي في ايه؟ جسمها كان بيتنفض وهي بتقول وانا بلف علشان احط الاطباق على الترابيزه شفت 4 اشخاص شكلهم مرعب قوي ووشوشهم مشوهه تماما وعينهم بيضاء وشكلهم، وبدأت تعيط وتحلف لي انها شافتهم وانها مش كدابة ولا مجنونة. وساعتها اضطريت احكي لها على كل حاجة عشان نقرر سوا ونشوف حل. وبدأنا نسأل الجيران عن الشقة دي ولو حصل فيها حاجة غريبة قبل كده. كنت بحسهم بيتهربوا مننا ومحدش راضي يتكلم معانا لحد ما علياء اتصاحبت على واحدة فيهم عشان تبدأ تحكي لها على اللي بيحصل. الشقة دي كانت مقفولة من زمن ومحدش عايش فيها لحد ما جت عيلة من أب وأم وأولادهم. كانوا عيلة محترمة وفي حالهم. بس في يوم العمارة كلها صحيت على صوت صرخات. دخلنا الشقة لقينا 3 جثث متولين ومشوهين تماما وجنبهم الست الزوجة والأم والسكينة في إيديها غرقانة الدم عمالة تترعش وتعيط. بصت حواليها زي المجنونة. البوليس جه وأخدها وهي عمالة تصرخ وتقول ما قتلتهمش بس اكتشفوا إن عقلها راح فدخلوها مستشفى امراض نفسيه وعصبيه. كلام عجيب بس انا ساعتها عرفت ان لازم اعمل ايه. عرفنا عنوان المستشفى ورحت عشان اقابلها. لو سمحت كنت عايز ازور استاذه دينا. اول ما شفتها قلبي اتقبض. شفت واحده منكمشه على سريرها عماله تعض في ايديها وضوافرها وتردد كلمه واحده بس ما قتلتهمش. قربت منها وانا بقول استاذه دينا ازاي حضرتك؟ لفت بطريقه مريبه قوي كانت بتبرق. بلعت ريقي قبل ما تبص قدامها مرة تانية وتقول أنا ما قتلتهمش. ما كنتش قادر أصدقها بس كنت عايز أعرف هي عملت كده ليه وإيه الحل. فقلت لها أنا عارف إنك ما قتلتهمش بس مين عمل كده؟ سكتت شوية وما ردتش عليا. بعد منها طبقة صوت اتغيرت غصب عني. صوتي كان صوت شخص بيستنجد وأنا بقول أرجوكي أنا وعيالي ما بقيناش عارفين نعيش في الشقة دي. سكتت مرة تانية لثواني لا أكتر. ما بصتش ناحيتي بس لقيتها بتقول أنا سمعت كلام كتير عن الشقة قبل ما نسكن فيها بس ما صدقت. سمعتي ايه؟ سمعت ان كان زمان فيها ناس عايشين فيها. ناس كان ليهم في الاعمال السحر والشعوذه واي شيء يغضب ربنا. بيقولوا الشياطين ملكت منهم لدرجه انهم استخدموا اللي من لحمهم ودمهم علشان يعملوا اعمالهم الدنيئه. بنتهم سكتت شويه وبعدين كملت. كانت بنت صغيره اسمها آلاء. عن طريق دمها قدروا يحضروا في جسمها كيان غريب كيان مرعب خارج عن سيطرتهم واستحوذوا على البنت بسهولة لأنها كانت عايزة ده لأنها كانت بتكرههم. قدر يخلص على أفراد عيلتها واحد وقدر بطريقته يفضل في البيت جوه جسدها رغم ان هو خلص على البنت هي كمان. فضل موجود. ما صدقتش الكلام ده ونقلنا للشقة اللي ريم قالت لي كذا مرة ماما أنا بشوف بنت صغيرة شكلها مخيف بس ما صدقتهاش. قلت خيال أطفال. عيطت وهي بتحكي عشان في يوم ارجع من عند والدتي بالليل الاقي ريم قاعده على الارض ماسكه سكينه غرقانه بالدم وعماله تضحك بصوت لا يمت ليها ولا للبشر بصله. صوت رجولي خشن. جسمي اتصلب لما لقيتهم تحت ايديها. عماد جوزي وكريم ابني. صرخت لقيتها لفت ببطء وبصت لي عينيها لمعت. ريم رجعت للحظة كانت بتعيط وهي بتقول هي اللي خلتني اعمل كده. لا هو ماما انا ما كنتش اقصد اعمل كده. انا حاسة بيها جوايا. انا خايفة يا ماما خايفة اعمل فيكي زيهم. حاولت اهديها وانا اصلا منهارة. بدأت تترعش تتشنك وبيحاول يسيطر عليها تاني. ساعتها ريم بصت له وهي بتقول انا مش هخليه يعمل فيكي زيهم. انا اسفة يا ماما. انهارت وهي بتقول وبعدين ضغطت على السكينة وحطيتها في رقبتها. صرخت وانهارت. قلت لهم ما قتلتهمش بس محدش صدقني. اول ما خلصت كلام انا قلبي اتقبض يا ملهمين. هي قالت ابنها وبنتها والست اللي حكت ليها عليه قالت 3 جثث فعلا. انا فاكر اتلخبطت. امال الصورة اللي كان فيها 4 اشخاص ليه؟ لقيتني بسألها وانا قلبي مقبوض وعمال يدق بسرعة. هي البنت اللي بنت حضرتك كانت بتشوفها كانت مواصفاتها ايه؟ قالت مواصفات انا عارفها كويس ونهيتها بجملة وكانت لابسة فستان ابيض. يبقى زي ما انا فهمت. ساعتها جالي هاجس. سبت المكان وطلعت اجري على الشقة. يا
يا رب لأ، استر يا رب. وصلت البيت وسمعت صوت صرخة أنا عارفها كويس، صرخة علياء مراتي. فتحت الباب بسرعة، الصوت جاي من الأوضة، جريت عليها بسرعة وفيها صوت عياط كمان. هدى. أول ما دخلت لقيت هدى على السرير وعلياء واقفة قدامها أكنها بتحميها من زياد اللي ماسك في إيده سكينة. شفت الدم اللي مغرق إيد علياء واللي كانت مصدرة إيديها لزياد اللي راشي السكينة في كف علياء وبيزقها ناحية السرير وهي بتحاول تقاوم. جريت عليه زقيته وقع على الأرض والسكينة وقعت منه. ضحكة كشف فيها عن سنانه اللي غرقانة بالدم، ضحكة مش آدمية. بس لمحت جنبه خيال بنت صغيرة. زياد مسك السكينة مرة تانية، جري ناحيتي، حاول يطعني بيها بس مسكت ايده. كان قوي بطريقة غريبة لدرجة إن كنت برجع لورا من زقته. فضل يزق فيا لحد ما ظهري لزق في الحيطة والسكينة فضلت تقرب من بطني على بعد مليمترات حرفيا. بصيت على علياء اللي حاضنة هدى والرعب في عينيها. القوة مش هتنفع معاه، أعمل إيه؟ لسه شايف خيال الطفلة جنبه، الطفلة بصة للأرض. ساعتها لقيتني بقول آلاء ما تسيبهوش يتحكم فيكي. رفعت راسها كأنها بتسمعني. كملت وانا بقول انا عارف انهم غلطانين، ما كانش ينفع يعملوا فيكي كده، بس هم نالوا جزائهم، محدش تاني ليه ذنب في اللي حصل. سمعت صوت ضحكة مرعبة طالعة من زياد وسن السكينة لمس بطني وبدأت أحس بالألم. لازم تطرديه، كفاية تعذيب في نفسك، ما تخلوهوش يتحكم فيكي أكتر من كده، ما تدهوش الفرصة اللي يأذي حد ولا يأذيكي. لقيت الخيال بيبص ناحيتي وناحية علياء وهدى وفجأة لقيت صوت صرخة خشنة لا تمت البشر بصلة عشان جسمه يبدأ يتشنج. الخيال بقى خيالي، كان في جزء بيخرج منها خيال البنت نزلت على ركبتها وهي تتقلب وزياد بيعمل زيها بالظبط. الجزء بيظهر اكتر وصوت الصرخة بيعلى. وقعت على الارض بتتلوى من الالم وزياد نفس الكلام. الخيال اللي بيطلع بقى اكبر، خيال الجسم مرعب. بقه كان بيتفتح وهو بيصرخ، سامع صوت صرخته وصوت صرخة البنت الصغيرة كمان. صرخة قوية جدا. صوت الصرخة بقى اعلى وفجأة خيال الكيان انفصل عنها تماما عشان يتلاشى في الهواء كأن لم يكن. ساعتها لقيت خيال البنت بيقف بس زياد لسه راقد مكانه. شفت 3 خيالات بيقربوا منها، 2 منهم راجل وشاب والتالت بنت صغيرة زيها. قربوا منها، البنت مسكت ايدها ومشوا، بس ناحيتها بصة أخيرة قبل ما أحس إن سمعت أكتر من صوت بيقولوا كلمات كلها بتحمل نفس المعنى وهي شكرا. قبل ما يكملوا طريقهم لبره الأوضة ويتلاشوا تماما. زياد بقى كويس بعد أكتر من يومين، تعب أشبه بأعراض البرد الشديد، ومن ساعتها ما شفناش أي حاجة غريبة في الشقة. الحدث ده من أغرب الأحداث اللي عدت عليا في حياتي، ولولا إن أنا شخصيا اللي عشته كنت هقول ده مجرد تخاريف وكلام ما يصدقهوش عقل. بس اللي مستغربه اكتر، هل في ناس ممكن هوس العمل والسحر وخلافه يوصل بيهم الحال يعملوا كده في اغلى ما عندهم وهي بنتهم؟ اجابة السؤال كانت واضحة لاني شفت بعيني علشان احضن هدى وزياد حضن طويل قبل ما الاقي زياد بيقرب من ودني ويهمس بابا. ساعتها لما اغمى عليا وصحتني حسيت ان حلمت حلم غريب. حلم ايه يا زياد؟ حلمت بواحد شكله وحش قوي ومخيف، صوته كان غريب. قال لي قول لابوك ان القصة لسه ما انتهتش وان مش دي النهاية. بلعت ريقي وهزيت راسي بابتسامة عشان اطمنه، وقلت له انه مجرد حلم وحش مش اكتر، لكن انا عارف انه للاسف مش مجرد حلم.